بُصّوا بقى، أول حاجة أنا من عشاق المانجا، فطالما أي حاجة فيها مانجا لازم أبتكر وأشوف كل حاجة جديدة فيها، بجد حلوة جدًا الوصفة النهارده، سهلة جدًا، سريعة جدًا، كل حاجة تتقال عليها، وحلوة جدًا في الحر اللي إحنا فيه ده، فعلًا محتاجين الوصفة بتاعة النهارده، تعالي نشوف الجمال ده، بس قبل ما نبتدي نصلّي على الرسول، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. عايزة واحدتين مانجا وآيس كريم فانيليا، بس كده الوصفة، مش عايزة أي حاجة خالص. أحلى حاجة في الحر ده وسريعة جدًا وهتاخديها، هاتي المانجاية بتاعتِك اغسليها كويس جدًا، وبعد كده طلّعي منها البذرة بتاعتها أو النوايا بتاعتها، تمام؟ هتشوفي زي ما أنتِ عاملة كده، يا إما بالطريقة اللي أنا باعملها دي، يا إما اقسمي المانجاية نُصّين كده وطلّعي عارفة زي ما بنعمل المانجا الكوبايات، هي نفس الطريقة، تقسمي المانجا كده نُصّين وتقومي مطلّعة البذرة بتبقى أسهل. أنا عملتها كده عشان عايزة المانجا كلّها على بعض. أنتِ لو مش عارفة تعملي زي ما أنا عملتها كده، اقسمي المانجا من النُص ماشي، مش هتشيلي الحتّة اللي فوق بقى، هتيجي قاسمة المانجاية وتطلّعي نُص كده هيطلع معاكِ حلو، والنُص التاني في البذرة هتبقى سهلة. هاتي بقى كده آيس كريم، وبعد كده عايزة بُق لبن، يعني عارفة حوالي معلقة كبيرة كده من اللبن أو معلقة ونُص كبيرة، عشان بس إيه، أدوّب الآيس كريم عايزاه يسيح، علشان أنا هاعمل فيه إيه الآيس كريم دلوقتي، هاحطّه جوّه المانجا. الوصفة بتاعتنا سهلة وسريعة، ولو بنوتة صغنونة كده عندها 8 سنين تعرف تخش تعملها، بجد حلو جدًا. بُصّي بقى حُطّي الآيس كريم ده جوّه المانجاية، خلّي المانجاية تبقى شاربة آيس كريم كتير أوي، ماشي، ممكن تعمليها بآيس كريم كمان بالمانجا براحتك خالص، بس هي مانجا مع فانيليا الميكس بتاعها رهيب، حاجة كده روعة. دخّليهم بقى الفريزر لحد ما يجمدوا زي ما أنتِ شايفة كده، وهاتي المقشرة أو السكينة وابدئي قشّريهم، وبعد كده بقى هاتي كده السكينة وقطّعيهم شرايح، وبألف هنا وشفا في الحر ده، كُلي بقى وادعي لي دعوة حلوة كده منِّك. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعّل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. مستنية بقى تعليق حلو منكم ولايك كمان كده علشان يشجعني أعمل لكم فيديوهات. شايفة بقى الشرايح الخطيرة دي، كُلي واتهني، مع السلامة.